مقاومه الانسولين بتحصل ازاي؟ نتيجه افراز الانسولين بكميات كبيره، نتيجه ان السكر كل شويه بيعلى في الدم، فالبنكرياس بيفرز انسولين. بعد فتره الخلايا بتفقد احساسها بالانسولين دوت او ما بتستجيبش ليه، وبالتالي بيبدا يحصل مقاومه انسولين، وبالتالي يبدا البنكرياس يفرز انسولين اكتر. بعد شويه الانسولين بيزيد في الدم والجلوكوز بيزيد في الدم اللي هو السكر يعني. بعد شويه البنكرياس بيتعب فيبدا يحصل اجهاد للبنكرياس، وممكن بعد فتره يحصل تلف لا قدر الله للبنكرياس ومبقاش يفرز انسولين. طب ايه اسباب مقاومه الانسولين؟ اول حاجه طبعا زياده الفري فاتي اسيدز في الدم اللي هي الاحماض الدهنيه في الدم. نتيجه ايه؟ نتيجه زياده الوزن وزياده الخلايا الدهون الحشويه على الاعضاء، فبالتالي بيتفرز بنسبه كبيره قوي الفري فاتي اسيدز دي في الدم، فبتزود لي مقاومه الانسولين. طب ايه تاني من اسباب مقاومه الانسولين؟ باكل فركتوز بنسبه كبيره. الفركتوز يعني فاكهه يا دكتور؟ لا مش فاكهه، الفركتوز الصناعي اللي هو ادد شوجر، السكر المضاف، واتكلمت عنها قبل كده في فيديو، ان كل المحليات الصناعيه اللي موجوده في الفاست فودز اللي بتيجي من بره عباره عن فركتوز سيرب، وده مشكله كبيره جدا في زياده الدهون والكبد الدهني. عدم ممارسه اي نشاط بدني، يعني انا النهارده باكل وبنام، باكل وبريح، ما الرياضه ما بنزلش، ما بتمشاش، ما بعملش اي حاجه، هتسبب لي مقاومه انسولين مع زياده الوزن. مشاكل في الميكروبيوتا او الميكروبيوم اللي كنا اتكلمنا عنها، البكتيريا النافعه اللي موجوده في الامعاء، وكنا عملنا فيديو لوحده عنها، بتسبب التهابات في الجسم، وبالتالي التهابات الجسم ممكن تسبب لي زياده افراز الانسولين، وبالتالي يبدا يحصل لي مقاومه انسولين. من الحاجات اللي ممكن نعملها عشان نعرف عندي مقاومه انسولين ولا لا، قلنا عليها الهوما اي ار او تحليل مقاومه الانسولين، ده سبيسيفيك قوي. لو التحليل ده غالي ممكن تعمل حاجتين تعرف بيهم انت عندك مقاومه انسولين ولا لا. اول حاجه السكر التراكمي من 5.7 ل 6.4 في مقاومه انسولين، بلس نبص على الاتش دي ال في تحليل دهون الدم، هنلاقي الاتش دي ال اللي هو الكوليسترول الكويس هنلاقيه قليل، والترايجليسرايد اللي هي الدهون الثلاثيه هلاقيها عاليه. لو دول موجودين يبقى انا عندي مقاومه انسولين. زياده الوزن سبب رئيسي لمقاومه الانسولين. مقاومه الانسولين مرحله للسكر لا قدر الله، سكر النوع الثاني. مقاومه الانسولين سبب من اسباب البي سي اوز اللي هو تكيسات المبايض في البنات وعدم انتظام الدوره الشهريه. مقاومه الانسولين ما بنحلها سهل قوي نرجع بني ادم طبيعي، مجرد نزول الوزن من 5 ل 10% انت بقيت شخص طبيعي وما عندكش مقاومه انسولين.